سمسم النهاردة هتحكي لكم حكاية بومبا وسلوى. كان يا مكان سيرك جميل وكبير جه المدينة بتاعتنا. السيرك كان فيه فقرات كتير، الكلب اللي بيعمل أكروبات، والخنزير اللي بيصور الناس والناس بتبقى مبسوطة، وكمان الدبدوب اللي كان بيغني أغاني جميلة والناس بتسقف له كتير. وكان في فقرات كتير، وكان في القائد بتاع السيرك الساحر الرهيب، كان راجل كويس وبيحب كل الناس. بس كان في كمان في السيرك كان في بومبا كان بلياتشو تخين وقوي جدا، بس كان مخه مش كويس. وكان في سلوى صاحب بومبا قوي، بس كان رفيع وضعيف خالص، والناس كانت بتحبه عشان كان طيب وذكي. بومبا كان بيضايق سلوى وكل شوية يأذيه ويبهدله ويقوله انت ضعيف، ويتنمر عليه يقوله انا القوي. وراح الساحر القائد قاله ما تعملش كده يا بومبا، انت كده بتتنمر على سلوى، كده غلط وانا هطردك من السيرك. بس ما كانش بيسمع كلامه، ومرة ضايقه كتير قوي قوي قوي، راح سلوى قعد يعيط. والقائد الساحر قاله ما تزعلش يا سلوى، القوة مش كل حاجة. ومرة راحوا رحلة في الجنينة، وكان بومبا عنده خاتم جميل. الخاتم بتاع بومبا اتزحلق من صباعه ووقع في حفرة. بومبا حاول يطلع الخاتم من الحفرة، معرفش عشان كانت ايده تخينة والحفرة كانت صغيرة. راح سلوى عشان هو صاحب كويس وطيب، مد ايده الرفنوعة جوه الحفرة وطلع الخاتم واداه لبومبا. وبومبا شكره وقال له انا اسف، انا مش هتنمر عليك تاني، انا دلوقتي عرفت ان القوة مش كل حاجة، الذكاء والطيبة اهم حاجة. والسيرك كله فرح بيهم لان هم رجعوا صحاب تاني، وبومبا بقى كويس وطيب ومبقاش يتنمر على اي حد. وتوتة توتة فرغت الحدوتة، حلوة ولا ملتوتة؟